ضيف ملازم لنا وضيف دائما نسعد بوجوده. يزن، مش هقول الطفل يزن لأنه يزن ما شاء الله بكلامه. عبد العزيز أكيد شفته أكثر من مرة. اللي يزن من الكويت، مساء الخير يا يزن. مساء النور صديقي محمد، وتحية كبيرة لأسطورة الكرة الكابتن عبد العزيز. يا هلا بيك. اليوم هناك يعني منتخبان عربيان الحمد لله وصلا إلى نصف النهائي. المباراة القادمة يزن كيف بتشوفها؟ برأيي أن المباريات القادمة في دوري نصف النهائي سوف تكون معقدة على أكمل وجه، لأنه دور لا يسمح بالخطأ مثل الخطأ الذي فعله المنتخب الأسترالي الآن أمام المنتخب الإماراتي. على كل المنتخب القطري استحق الوصول لنصف النهائي مثل المنتخب الإماراتي. المنتخبين لعبوا بروح كبيرة جدا من أجل إسعاد جماهيرهم، من أجل أن يصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من التألق. المنتخب القطري الآن لديه منتخب رائع جدا مليء بالشبان والموهوبين، وأيضا يعني أسماء كبيرة جدا للمنتخب القطري. تسجيل 12 هدفا كثاني أقوى هجوم في بطولة كأس آسيا، وعدم تلقي أي هدف حتى الآن. خط دفاعي نظيف جدا كأفضل دفاع. أرقام رائعة جدا للمنتخب القطري. والمنتخب الإماراتي بقوته، وأخيرا نراه منتخب مثل الذي شاهدناه في أيام 96 عندما حققوا الفضية على أرضهم بين جمهورهم وخسروا بضربات الجزاء من المنتخب السعودي. وأيضا المركز الرابع في النسخة السابقة في أستراليا. المنتخب الإماراتي شاهدناه منتخب قوي جدا أمام أستراليا. المباراة القادمة سوف تكون مباراة احتكاك من أجل أن نرى منتخب عربي بالتأكيد سوف نراه في النهائي. ونتمنى أيضا أن تكون بطولة عربية بإذن الله، سواء قطر أو الإمارات. نريد أن نشاهد العرب يرفعون رأس جماهيرهم في بطولة كأس آسيا، والفوز بالبطولة ليس بعيد سواء أمام إيران أو اليابان. شكرا لك يزن. عبد العزيز يعني بسمعك ومبسوط، بقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك. لا ما شاء الله عليه، متألق ومنور ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. وانت لازم ترفع راسك كمان يا يزن. يعطيك العافية يزن. كان معنا يزن من الكويت المقيم في الكويت. هناك الكثير من الأمور التي تحدث خارج المستطيل الأخضر. معدو